السلام عليكم. بفرضه لرسوم جمركية على أكثر من 180 دولة، أثار ترامب عاصفة من الاحتجاج الدولي. طبعا تم تجميد الكثير منها، ولكن القرار في حد ذاته أثار الاحتجاج الدولي، وأدت هذه الرسوم إلى انخفاض مؤشرات الأسواق العالمية مثل الداو جونز والناسداك والداكس الألماني وغيرها. كما انخفضت أسهم شركات صناعة الرقائق الدقيقة والبنوك، وأيضا شركات النفط الكبرى. ولم تكن هذه القرارات التي أصدرها ترامب 2، ونستعمل هنا ترامب 2 للتمييز بينه وبين ترامب 1 الذي حكم في الدورة السابقة، وعاد في هذه الدورة بعد انتخابه بشكل أقوى وبخبرة أكثر، وأصدر أو أعلن قرارات كبرى ومثيرة للجدل أيضا، منها أنه يريد تحويل غزة إلى منتجع سياحي وإلى كباريه مفتوح، وطلب من أوكرانيا تمكينه من المعادن النادرة الموجودة هناك. كما أنه يريد أن تكون كندا الولاية 51 للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا يريد أن يضم إليه جزيرة غرينلاند. إذن هو زخم هائل من القرارات والإعلانات التي أصدرها ترامب في فترة وجيزة، والتي أدت إلى زلزال دولي من ردود الأفعال. فماذا يريد ترامب من وراء كل هذه التصريحات؟ وما الذي سيوفره لأمريكا حتى تكون أقوى كما يدعي؟ هل هي فعلا بمثل هذه القرارات ستكون أقوى؟ هذا ما سنراه، وسأحاول أن أناقشه معكم في هذا الفيديو. الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتخابات الأخيرة تحولات كبرى لا تمس فقط موقعها الريادي في العالم، وإنما أيضا تمس جوهر وروح النظام الأمريكي الذي قامت عليه منذ نشأتها. هذا النظام هو النظام الرأسمالي الذي قام على جهود كثير من المفكرين، أبرزهم أدام سميث وديفيد ريكاردو وغيرهما. وظل هذا النظام يتطور ويزداد هيمنة على العالم حتى استقر وساد كقوة أولى في العالم بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبحت أمريكا هي المهيمنة على العالم كله تقريبا. ولو حاولنا فهم مراحل هذا التطور للنظام الرأسمالي الأمريكي لوجدنا أنها تتمحور أو يمكن تلخيصها في 3 محاور أو محطات أساسية، وهي التالية: أولا، اقتصاديا، وذلك بسيطرة أخلاقيات الهيمنة والقرصنة. ثانيا، سياسيا، وذلك بسيطرة أخلاقيات الحروب وإدارة النزاعات، وأقول إدارة النزاعات وليس حلها، والأزمات. اجتماعيا بسيادة فلسفة التمييز والعنصرية والإبادة. ورغم محاولة الولايات المتحدة الأمريكية تغليف أو تغطية هذه الصورة البشعة بشيء من المسوح الأخلاقية والإنسانية، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، بأن تظهر بأنها تحارب النظام الشيوعي الذي يريد بسطة هيمنته على العالم. ثم بعد انهيار النظام الشيوعي 1989 تحول الشعار إلى محاربة الإسلام السياسي، الذي بدوره تحول بسرعة إلى محاربة الإرهاب، ثم تحول بعد 11 سبتمبر إلى محاولة الذهاب إلى العراق وأفغانستان بطبيعة الحال، ونشر الديمقراطية والحرية والتعدد. إذن هي مسوح. وصول ترامب أو انتخاب ترامب في المرحلة ترامب 2 جلب معه شيئا جديدا لفت انتباه الجميع، وهو أنه أحاط نفسه بمجموعة من المليارديرات والمليونيرات الذين لم تشهد في حدود علمي لهم الولايات المتحدة مثيلا في التاريخ سابقا. واندفع محاطا بهؤلاء المليارديرات والمليونيرات إلى سك سياسة قائمة على المراكمة والربح المادي، وهذه السياسة لا تلقي بالا إلى المسائل الأخلاقية والإنسانية والاجتماعية. البعض قد يتساءل لماذا هذه السياسة الجديدة؟ والحقيقة في اعتقادي أنها ليست سياسة جديدة، وإنما ترامب ومن أحاط به لم يعمدوا إلا إلى العودة إلى جذور النظام الرأسمالي كما نشأ في القرن ال16 وال17. في تلك الفترة انتشرت بل واندفعت الرأسمالية بكل حماسة، وفتحت وأسست وعبدت طرق تجارية جديدة في كل العالم، وأخذت تراكم تلك السلع عندها. ولم تكتفي بذلك، بل إنها مرت إلى مرحلة ثانية، وهي تمثلت في استعمار الشعوب ونهب ثرواتها وجلبها إليها.
ثم ازدادت توسعا في مرحلة ثالثة بعد ذلك نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين عبر الرأسمالية المالية، وذلك بتأسيس المصارف والبنوك الضخمة وشركات المضاربة، وانتعشت الأسواق المالية وسيطرت بالتالي الرأسمالية على كل رأس المال العالمي. وفي هذه المراحل لم يتم التساؤل كيف حصل الرجل الأبيض على هذه الثروات ولا كيف وفرها، وإن وجد بعض من تساءل عن ذلك فإنه كان لا يؤبه بهذا السؤال الذي يوجهه. العالم كان عليه أن يخضع فقط للرجل الأبيض، لأنه هو الذي يقود التمدين، هو الذي يؤسس للحضارة، هو الذي يقود عملية التنوير إذا صح التعبير، وبالتالي السؤال الأخلاقي هنا لم يطرح، وعلى الجميع أن يخدم هذا المشروع الرأسمالي وأن يخضع له. غير أن هذه الرأسمالية المتوحشة سعت بعد ذلك خاصة بعد الحرب العالمية الثانية إلى تغليف صورتها بمسحوق إنساني وأخلاقي. غير أن هيمنتها على العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ثم بعد بداية الألفية وبعد الأزمة المالية سنة 2008 وبعد مختلف الحروب التي خاضتها الرأسمالية وخاصة أمريكا على رأسها، كشفت ذلك أو عرت تلك المساحيق المزيفة وكشفت عن رأسمالية في وجهها البشع، والذي عبر ترامب في الأشهر الأخيرة عنها بكل وضوح وبكل جلاء. واليوم بدخول العالم إلى الثورة الصناعية الرابعة، ثورة الرقم والذكاء الاصطناعي، لم يعد بإمكان الرأسمالية أن تحافظ على ذلك التجميل وعلى تلك المساحيق المزيفة. واليوم وصلت الرأسمالية إلى أزمة حقيقية تثير قلق الفلاسفة والمفكرين وباحثي الاجتماع الغربيين أنفسهم. ولعل أول من تنبأ بهذه الأزمة كان أوزفالد شبينغلر في كتابه The Untergang des Abendlands، وألف هذا الكتاب قبل حوالي 100 سنة 1918 ونشره. ولكن يعني الكتاب رغم شهرته إلا أنه لم يغير كثيرا في مستوى في مستوى جشع النظام الرأسمالي. نظرية شبينغلر تقوم على فكرة أساسية، وهي تتمثل في التعاقب الدوري للحضارات، حيث جعل شبينغلر للحضارات عمرا محددا، ونظرية تشبه بعض الشيء نظرية ابن خلدون ولعله قد تأثر به. واليوم دفع عدد من المفكرين والباحثين بالنقاش إلى الأمام وإلى مستويات جديدة، لعل أحدهم أوليفروي المفكر الفرنسي في كتابه لا كريز دو لا كولتور، حيث اعتبر أن المشكل ليس في الصراع بين الحضارات بل في تحول هذه الحضارات إلى شفرات، دي شيفر، دي كود. ومع هذه التحولات تأثرت ثقافتنا وطريقة خطابنا، وتحولت أيضا تعبيراتنا إلى إيموجات وإعجابات تلك التي نعرفها في الواتساب وفي فيسبوك وفي غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. وهذه في الواقع عمليات إفراغ ثقافي وتستعمل لإفراغ المحتوى ولبسط الهيمنة والسيطرة على العالم. وأعتقد أن من أبرز من حللوا هذه الظاهرة بشكل دقيق وعلمي هو الباحث المفكر الدكتور عبد الوهاب المسيري في كتابه العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة وكتب أخرى له. واعتبر عبد الوهاب المسيري أن هذه العلمانية هي تراجع تدريجي ومستمر للفلسفة الإنسانية. فالعلمانية الشاملة تبدأ مع إزاحة مركزية الإنسان، ثم تنزع عنه الجوانب الشخصية ليصبح شيئا تشيء الإنسان ليس له أي تفرد أو تميز، ثم تنزع عنه كل القدسية وتهتك أستاره ليصبح مادة محضة. هذا بالضبط هو ما سماه المفكر والفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن بؤس الدهرانية. فطه عبد الرحمن يعتبر أن الحداثة الغربية لم تكتفي بفصل السياسة عن الدين العلمانية ولا بفصل العلم عن الدين العلمانية، وإنما تجاوزت ذلك إلى ما هو أخطر، وهو بفصل الأخلاق عن الدين، وهو ما يسميه طه عبد الرحمن بالدهرانية أو ببؤس الدهرانية. وهذا المسار يقود حتما إلى سقوط الحضارات وانهيارها، وهو ما رأيناه مؤخرا على الأقل في مثال واضح وجلي عندما قرر
الرئيس الأمريكي ومن لف لفه أنهم يضايقوا أو يحاصروا الجامعات الأمريكية الكبرى كما هارفارد وMIT، ويسحبوا عنها اعتمادات كثيرة، لأن هذه الجامعات اختارت أن تدافع عن الحرية، اختارت أن تدافع عن المستضعفين، واختارت أن تكون ضد التوجه العام الذي يؤيد الإبادة، ولكن هؤلاء الشباب رفضوا هذه الإبادة، وبالتالي هناك تحول أجيال جديدة. هذه الأجيال الجديدة التي لا توافق ما تقول هذه الرأسمالية المتوحشة، ولذلك تم فرض رقابة كثيرة على الجامعات، ولا زالت هذه الجامعات تفرض عليها رقابة، لدرجة أن بعض الأساتذة أصبحوا يريدون مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية والاتجاه إلى جامعات أخرى. وبذلك دخلت الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة خطيرة بدأت منذ 11 سبتمبر 2001، عندما أصبح الكثير من العقول الذكية لا تريد الاتجاه إلى أمريكا. اليوم مع ترامب 2 ندخل المرحلة الثانية، كما يقول المفكر السياسي البلغاري إيفان كراستيف، الذي يقول بأن الآن دخلنا في المرحلة الثانية، وهي أن العقول الذكية أصبحت تهاجر من أمريكا، ليس تهاجر إلى أمريكا. Es ist zum Beispiel nicht sehr effizient, die Universitäten zu zerstören, denn die Universitäten waren das Zentrum der amerikanischen Macht. Sie waren es, die die besten und klügsten Köpfe der Welt anzogen. Hier wurden die meisten Innovationen hervorgebracht. In 10 Jahren wird Amerika einen hohen Preis dafür bezahlt haben, so wie es nach dem 11. September bereits den Preis dafür gezahlt hat, dass es für einige der besten und klügsten Köpfe schwieriger wurde, in die USA zu kommen. In Europa gibt es bereits eine junge Generation, die es nicht mehr so sehr in die Vereinigten Staaten zieht wie noch vor 20 Jahren, vor allem zum Studieren und dann dort weiter Karriere zu machen. Nicht, weil es uns in Europa so gut geht, sondern weil sie das Ende der Kultur sehen, das in Amerika eingeläutet wird. إذن أيها الأحبة، هي أيضا قضية أعمق من رسوم جمركية أو من رغبة جامحة لدى رئيس رأسمالي يريد نهب هذه الدولة أو تلك، أو ضم هذه الدولة إليه أو غير ذلك، إلى أزمة عميقة تجعل هذا الرجل أشبه بالرجل المريض أو الحضارة المريضة بين ظفرين، وهو الآن على سرير الاحتضار ينتظر الموت. وإلى شريط جديد أستودعكم، والسلام عليكم.